السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الغاليين. مع الحلقات سلسلة الحتة اللي بتيجي اللي احنا اتكلمنا عليها ان شاء الله. هنبدأ النهاردة بأول فكرة. الفكرة دي بتتكرر كتير جدا في الامتحانات. الفكرة بعنوان المفتاح ممكن يكون مفتوح ولا مغلق والأميتر محتار. طيب ركز معايا بقى، ده سؤال من الأسئلة اللي بدأت تتكرر كتير جدا في امتحانات الثانوية العامة والأزهر. السؤال بيقول ايه؟ في الدائرة الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح كي ايه اللي هيحصل لقراءة الفولتميتر؟ طبعا في الأسئلة دي عشان تحلها صح لازم تركز إن مرة هتحل المسألة والمفتاح مفتوح، مرة والمفتاح إيه؟ مغلق. أول حاجة هنيجي نتكلم كده لو الكي مفتوح. حاول تركز إن لو المفتاح مفتوح يبقى المقاومة دي مش معانا. طبعا في ناس عندها حساسية من كلمة مفتاح مفتوح دي. أول ما تلاقي كلمة مفتاح مفتوح يلا صفر يا جدع، لا طبعا. صفر ديت لو المفتاح بيتحكم في الدايرة هنا يعني. اما لو كان المفتاح بيتحكم في فرع يبقى نلغي الفرع ده. فلو المفتاح مفتوح التيار طبعا هيمشي كده، هيعدي على الثمانية وهيعدي على الأربعة، يبقى كده الثمانية والأربعة دول توالي. يبقى الار داش في الحالة دي هتساوي 4 زائد 8، تطلع المقاومة 12 اوم. بعد كده بجيب الفي باتري. الفي باتري بتساوي اي في ار داش زائد ار سمول. القوه الدفع الكهربائيه للبطاريه بتساوي اي في ار داش زائد ار سمول. الفي باتري مش معانا، هنكتبها زي ما هي. الاي هو مديني قراءه الاميتر، والاميتر طبعا نركز ان هو بيقيس هنا التيار الكلي، فالاميتر بيقيس التيار الكلي اللي هو 2. الار داش قلنا 12، مفيش ار سمول تتشال، يبقى 2 في 12 ب 4 وايه و20. نيجي بقى لو قفلنا المفتاح، لو المفتاح مغلق. طبعا لو قفلنا المفتاح يبقى المقاومة دي معانا عادي. لو قفلنا المفتاح يبقى المقاومة دي معانا عادي خالص تشتغل معانا. طيب لازم تركز ان لو المفتاح مغلق الفي باتري في الحالة الأولى هي الفي باتري في الحالة الثانية، نفس الدايرة. نعمل دول توازي، بنعملهم 8 على الاتنين، يبقى ار داش الواحدة على عددهم زائد 4، يبقى تطلع الار داش 4 زائد 4 ب8. بعد كده نجيب الاي الكلي في الحاله الثانيه. واحد يقول لي ما هو يا استاذ 2، لا يا حبيبي ده لما كان المفتاح مفتوح. لما المفتاح يتقفل المقاومه بتتغير وبالتالي التيار الكلي بيتغير. الاي الكلي هتساوي في باتري على ار داش زائد ار سمول، واحنا قايلين في المثال ده الار سمول بصفر. يبقى في باتري اللي احنا جبناها 24 على 8، يطلع التيار الكلي 3. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه في المساله. عايز قراءة الفولتميتر والمفتاح ايه؟ مغلق. قراءة الفولتميتر، الفولتميتر متوصل بين النقطتين دول، دي ألف وباء، يبقى بيقيس فرق الجهد بين ألف وباء. طب ايه اللي بين ألف وباء؟ المقاومة اللي هي محصلة دول اللي هي 4. قراءة الفولتميتر على المقاومة بتساوي اي في ار. الاي الكلي 3 في الار 4، يبقى 3 في 4 بكام؟ ب 12 فولت. طبعا ممكن تجيبها بطريقه ثانيه، ان التيار الكلي في الحاله الثانيه طالع 3، هيخش هنا هيتجزأ بالتساوي، هنا 1.5 وهنا 1.5. يبقى قراءة الفولتميتر ممكن تقيسها من فوق 1.5 في 8 تطلع 12، أو 1.5 تحت برضه في 8 في 12، أو 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى الإجابة الصح 12 فولت. ودي كانت أول فكرة معانا بتتكرر في الامتحانات، واستنونا في الفكرة رقم 2.